أهلا ومرحبا بكم. من المقرر أن تفصل غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد في أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي الذي أمر بوضع ملكة جمال شمال إفريقيا في نسختها السابقة المسماة وحيدة قروج تحت الرقابة القضائية في قضية المتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة. كما تأتي الجلسة المبرمجة أمام ذات الهيئة القضائية بعدما استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي في الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق الغرفة الأولى لذات المحكمة، وبعد استئناف دفاع المتهمة في نفس القرار. وتتابع ملكة شمال إفريقيا المتهمة وحيدة قروج ومتهمين اثنين آخرين في قضية ذات وقائع جنائية تتعلق بجناية تخزين وبيع المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، المادة 17 الفقرة الأخيرة من قانون الوقاية من المخدرات ومكافحتها. في حين جاءت المتابعة القضائية في حق المتهمة قروج وحيدة وباقي المتهمين بعد توقيفها من طرف مصالح الأمن بالعاصمة ليلة رأس السنة الجديدة لتسفر عملية تفتيش منزلها العائلي بأعالي القبة عن حجز كميات معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين كانت مخبأة تحت البلاط في حمام المنزل. كما أسفرت العملية في إطار التحقيق عن حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس والسيارتين من نوع بيام وأودي، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر. والجدير بالذكر أن زوج المتهمة قروج لاذ بالفرار إلى الخارج بعد تفجير القضية. إذن كما سبق وذكرت أن قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي سيفصل في قضية وحيدة قروج اليوم، وأي جديد ستجدونه إن شاء الله في القناة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. سلام.